استاذ رمضان من الفيوم، يعني هو بيتكلم عن الطب العربي. استاذ رمضان في طب عربي وفي طب سعودي وفي طب مصري وفي طب صيني وفي الى اخره، كل بلد ليها طب معين. الحركة اللي عملها مع حضرتك هذا الرجل البدوي أو اللي بنقول أنت بتقول بيعالج بالطب العربي، هو مدد فقرات الظهر بتاعت حضرتك، واحد شده من إيديه وواحد شده من رجليه، وهو بإيده بس مرة على الفقرات، فالانزلاق بيرجع تاني إن كان من الدرجة الأولى، ودي حاجة يعني بسيطة جدا. عموما أنا هوصي حضرتك بورق الصفصاف، ناخد زي الشاي صباحا ومساء. ورق الصفصاف هو كتير في الفيوم، هناخد منه صباحا ومساء زي الشاي تماما، تعمله زي الشاي. مجموعة الزيوت اللي هتتناولها للدهان حضرتك هنمسكها للدهان، زيت الثوم وزيت الخردل، زيت الجنزبيل وزيت الكافور وزيت حبة البركة. هذه الزيوت بكميات متساوية تخلط جيدا، وتبتدي حضرتك تعمل بيها دهان وتدليك للظهر من أسفل إلى أعلى بعد عمل كمادات ساخنة صباحا ومساء. لو الوزن زايد شوية يا أستاذ رمضان، نحاول على قدر الإمكان ان احنا نقلل الوزن، قلل شوية من طلوع ونزول السلم ان استطعت.